السلام عليكم بونسوار تو الموند، تحياتي نزيهة كيتشان تحييكم. تحياتي كاع لي زابوني كاع لي التحقوا بالقناة الجدد والقدم. جيتكم بوصفة رائعة بالخضر، اون غوسيت فيجيتاريان ما فيهاش اللحم، وصفة وجبة تجي سهلة التحضير سريعة. تسحقي فيها غير حبة تاع طوماطيس، حبة تاع طوماطيس وحبة تاع بصل وحبيبة تاع بطاطا، ماشي بزاف، 3 ولا 4 ولا 3 حبات اللي كانوا كبار، 2 حبات بيض وحبة تاع الفلفلة، وانتي درتي حشا ساهل خفيف ظريف وبنين، ما يكلفكش وما يشدكش، ما يشدش اليد كيما نقولوا. تحكمي المقله تاعك، غادي ديري فيها حوالي 3 ملاعق تاع زيت. هاد الوصفه ما تشدلكش كاع اليد، في وقت قياسي وجيز تحضريها. الا كنتي عجلانه تحضريها للفطور ولا تحضريها للعشاء. تحكمي ديك الحبه تاع البصل تاعك، غادي تقطعيها قطع صغيره كيما موالف باش تقلي ديريها باش تقلي، باش تقليها بليتو، تقطعيها قطع صغيرة على هاد الشكل. ضيفي شوية تاع ملح، حوالي ملعقة صغيرة تاع قهوة تاع ملح، وتخلطي. هنا راني عاد ما درتش فوق النار، انا غادي نقطع هذيك الحبة تاع الفلفلة قطع صغيرة، تقلعي لها النواة هذوك اللي يجوا لداخل وتقطعيها قطع صغيرة. وهذيك البطاطا كذلك غسلتها نقيتها وقطعتها قطع صغيرة، مربعات صغيرة، الحجم تاعها يكون صغير. كي بدا يتقلى هذاك البصل غادي نضيف هذيك العرفيه تاع البطاطا اللي عندي على حسب افراد الاسره. الا كان عندك افراد الاسره يكونوا بزاف غادي ديري غرفيه كبيره، وديري كذلك البصل كذلك ديري غرفيه كبيره حوالي 2 حبات. اذا كانوا الناس غير قلال صحاب الدار كيما نقولوا غادي ديري غير حبه تاع بصل. كيما درت انا المقادير على حسب اسره صغيره هذيك هي تكفي. وديري حبة تاع الفلفل مقطعة قطع صغيرة. هاد البلا الذوق تاعه يخرج هايل، ذوق شباب، ما نقولوش طيبها بطاطا، انما الذوق تاعها روعة، ما فيها لا لحم لا والو، بنينة صحية، توالم الاصحاب، الناس اللي يديروا ريجيم، توالم اللي يبغوا يديروا حمية، اللي يبغوا الناس اللي فيهم كوليسترول تاني توالمهم هاد الوجبة، اللي يبعدوا تاني كيبغوا يديروا ريجيم يبعدوا على اللحوم تاني مليح لهم، واللي تكون كذلك تكوني عجلانه ولا تاني 5 دقائق وانتي درتي شو درتي فطور ولا درتي عشاء. وتقلي على روحك هذاك التخمام تاع كل يوم فطور كل يوم عشاء، تسهلي على روحك. ويجي كذلك الوجبه هذه توالم الفصل الصيف، وقت اللي يكون حال حامي وكاع مليحه في الصيف، هذا وقتها. ضفت هنايا هذيك الحبه تاع الطوماطيش من بعد اللي سكرفشتها، ترابيها بيان سور، ترابي ديك الحبه ولا تقطعيها. هنايا التوابل ما نديرش، درت غير شويه فلفل احمر حار يعطيها ذوق شباب، هذا ما كاين توابل، ما نديرش لا فلفل اسود لا والو، غير شويه فلفل احمر حار على راس الملعقه يعطيها ذوق هايل. وجربوا هذه الوصفه تاعي، على بالي غادي تعجبكم وسهله خفيف ظريف كما يقولوا. تحكمي ديك 2 حبات بيض، حتى البيض اقتصادي في هذه الوصفه، 2 حبات البيض تكفي بالغرض، ما فيها لا بيشاميل لا والو، سهله كاع سهله بسيطه، اي وحده تقدر ديرها. وهاد الصوالح كاع متواجدين في كل بيت. اي هنايا مي طابت ديك البطاطا وهذيك الفلفله وكاع، ضيفي هذيك 2 حبات بيض في اخر مرحله. كان عندي شويه تاع فرماج غابي، الفرماج اللي عندك ضيفيه تاني من الفوق قد لي يتحمر. ديري غير هذاك البيض يطيب في الساع، ديري له هذاك الفرماج في هذه المرحله. بعد مرور 3 دقائق ولا مام با 5 دقائق تضيفي هذاك الفرماج وتخليه تاني يغاتينا معاه. تعلي عليه النار ومن بعدك حوالي 2 دقائق ولا غير بلا ما داب هذاك الفرماج 5 دقائق ولا على نار قليله، ايا وطفي عليه والبلا تاعك وجد. واحد الذوق يخرج شباب كاع، ما عندي ما نقولكم.
ساهل بنين خفيف ظريف. ما تنسوش ديروا اعجاب وخلوا كومونتير تاني كتبوا. وصفه سهله سريعه، وهنا زينتها بشويه تاع قزبر ولا معدنوس. سلام.